بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وحلقة النهاردة حلقة مهمة جدا 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 جدا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن تناول الإعلام، فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي، وهنتكلم على إن هم حجموا الإعلام كله، طلع حجم هزيمة النادي الأهلي في إمام عاشور. ادعي على ابني واكره اللي يقول امين، وانا الحمد لله ما بدعيش حتى على ابني، ما اقدرش ادعي على الياس يعني، بس بقول لك حتى ادعي على ابني مثل مصري يعني بنقوله ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. يعني انا انتقد الاهلي وانتقد اللعيبه وانتقد الجهاز الفني وانتقد الاداره وانتقد اي حد بادب واحترام على قد ما بنقدر. واحد بيحاول يتمالك نفسه في اوقات الخساره، بس غصب عننا اي حاجه بنعملها بتبقى عشان بس من حبنا النادي الاهلي، بنبقى طالعين متعصبين من بعد الماتش. انتقد النادي الاهلي واكره اللي يقول او اكره اللي ينتقده. خلينا بقى نتكلم على الاهلي، لكن المثل المصري انتوا اكيد كلكم عارفينه. انا بقى انتقد الاهلي انا كاهلاوي، لكن ما اسمعش حد بينتقد النادي الاهلي او عامل على النادي الاهلي دايره معينه، دايره كده معينه انا هفهمها وهنتكلم فيها النهارده. بقول لك الحلقه دي مهمه قوي قوي قوي، ركز فيها، ركز فيها واهتم بيها. آه الاعلام حقه جدا، والزمالك حقه جدا انه يحتفل بالبطوله، لانها بطوله قاريه وبطوله مهمه، وفاز على النادي الاهلي، فاز على النادي الاهلي. الماتش طبعا خلص تعادل، لكنه فاز على النادي الاهلي بضربات الترجيح، والنهايه هي فوز الزمالك بالبطوله، وبطوله مستحقه للزمالك. واللي يقول غير كده يبقى راجل ما بيفهمش كوره ومش منصف. وحتى لو انا وانتوا عارفين ان انا ممكن يبقى عندي كتير قوي من الكلام اللي اقوله على الزمالك وبنقوله على الزمالك، لكن في نفس الوقت في حاجه قدام عيني انا هقولها، لان احنا كمان كنا مقصرين. ولكن ان الاعلام زي ما بقول لك يحتفل بيهم، ده شيء اشوفه انه شيء طبيعي. الاهلي لما بيكسب بطوله، ابراهيم فايق بابا المجال بابا الشغلانه. مثلا الاعلاميين كلهم يستضيفوا الناس واغاني، واللي يدخل بالمزمار مش عارف على مهيب ومش عارف ايه، ويعملوا تنوره، بيحتفلوا بالاهلي. ايا كان بقى، ما تقولش أصل دي بطوله ودي بطوله، مش دي نقطتي اصلا. ان الاهلي بياخد بطوله كبيره فهيحتفلوا، دي بطوله قاريه، بطوله مهمه. ايا كان دوري الابطال هي رقم واحد، بطوله قاريه بطوله مهمه، مش هنضحكش على نفسك. مش موضوعي. احتفل بالزمالك، لكن لما تبقى حاصر كاعلام ان هزيمه الاهلي في امام عاشور، انا هنا اول واحد اطلع ادافع عن امام عاشور. امام عاشور انا انتقدته، قلنا غزاله حمراء وغزاله خضراء، فكك من الكلام ده، ما بياكلش مع الكبار العاقلين الناضجين اللي بيشجعوا الاهلي بنضج. مش بتوع، احنا مش بتوع سوشيال، احنا ظهرنا على السوشيال، احنا في الاخر جمهور الاهلي. فما كلناش من اللي عمله امام، وزعلانين من امام من مليون حاجه، من مستواه ومن جسمه اللي خس ومن بدن اللي وحش ومن مستواه السيء، وانه لو بيسهر وانه لو بيعمل مشاكل وانه كلنا ده بنحط عليه سبوت اكيد، وبنتكلم عليه كاهلاوي. حتى انا لو سمعت اهلاوي على الميديا بيتكلم على الاهلي، ببقى عارف ان هو نيته ان هو عايز اقسم بالله كل الاهلاويه اللي اتكلموا على النادي الاهلي في السوشيال ميديا، صحفيين يوتيوبر اي حاجه او بيدجات، انا عارف ان الكلام طالع من قلبك لانك زعلان لو بتنتقد. ولو زملكاوي بيحفل او بتاعه يحتفل وهم حقهم، بيعرفوا يحتفلوا. قلت لك الكلام ده، انت ما بتحتفلش، انت شبعت خلاص، انت شبعت او خلاص، انت بقول لك ايه، الفت نعمه ان انت على طول بتكسب، على طول مبسوط. فلما بتاخد العشرة دي ملهاش طعم، بتاخد بالترجي ما حدش اتكلم عليها اصلا. انا ناسي ان احنا خدنا 12 دوري ابطال، فانت الفت ان انت تاخد بطولات. هو مش هقول لك ما الفش، هو بقى اللي ما بياخدش الحاجات دي، ما الحاجات دي هو مش متمرس عليها. فلما بياخد بطوله هو وبياخدها من الاهلي، فالموضوع مهم. فحق صفحاتهم انها تحتفل، لا غبار. يحفلوا باي طريقه، خلاص الحمد لله. يمكن المره دي ما ابتديناش نتشتم بامنا، والحمد لله يعني، خلاص قلنا احتفالاتهم دايما مؤذيه، وما بيحتفلوا ما فرحانين. شايفين نصر منسي قاضيه، شايفينه كده، ده مش خلاص، هم حرين، هو بيحتفل، سيبه يحتفل، هياخد فترته وخلاص، هيبقى بعد كده دي الذكرى بقى، فاهم؟ اوكي. انما لما الاعلام يطلع يقول الكلام اللي انا هقوله لك ده، اللي هتسمعه هتستغرب، وبجد الموضوع يعني انا مش انا بالنسبه لي، انت فاهم، انا لا اقدر اي اعلامي رياضي في مصر، بما فيهم اللي بيبقوا ترندات، بما فيهم بيبقى عندي دايما. حتى بحب مثلا مدحت شلبي 100%، لكن معايا خلاف. بحب هاني حتحوت مثلا 90%. بحب مثلا ابراهيم عبد الجواد 70%، بس لازم يبقى عندي فيه خلاف، لازم يبقى عندي حاجه تخليني ابقى واخد حذر منك. هتهاجم الاهلي في يوم ليك ضغط، لان انا في اعلاميين حفظت دول على ايه. تعال نتكلم على اعلاميين لهم كل الاحترام مننا كاشخاص وكبني ادمين، لهم كل الاحترام، ولكن احنا هنعقب على اللي قالوه على النادي الاهلي بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، وكل الاحترام لكل الناس اللي هنتكلم عليهم واللي اتكلمنا عليهم سابقا. بنتكلم بندافع عن النادي الاهلي اللي بنحبه، عشان في حد يقول النادي الاهلي انت تدافع عن، وانت تدافع عن حاجه بنحبها. المهم،
تعال نتكلم الاول عن الاستاذ مدحت شلبي. مدحت شلبي مين يختلف على ان ده كروان تعليقنا؟ مدحت شلبي والافيهات الجميله والحاجات اللي مش عارف، طبعا ده كان زمان برضه قبل السن والكلام ده ويكبر الموضوع بيبقى غصب عنه برضه، مش هيديك بجوده نبره صوته في التسعينات. انت ما سمعتش نبره صوت مدحت شلبي في التسعينات؟ مميزه قوي، مميزه قوي. مدحت شلبي ده راح في اي مكان هو عنده نبرته المميزه. وبعديها بقى بيبقوا بشير، وبعديها البرامج، وبعديها وكنا بنستنى طبعا مساء الانوار على مودرن، كله جميل. انما مؤخرا او بقالنا مثلا بتاع 10 سنين مثلا مع كابتن مدحت شلبي، ما اعرفش ليه هو مش حبيبنا كاهلاويه والله. مش عارف ليه دايما احنا مواضيعنا بتتناقش بشكل قوي، بشكل تحس ان الاهلي عنده مشكله كبيره. امام عاشور هدافع عنه هنا طول ما هو بتشيرت النادي الاهلي، هنتقده لو وحش، انا عارف انا بنتقده ان انا غيور عن النادي، ولما هدافع عنه لان انا لازم ادافع عن واحد من النادي. مش هنفضل نهاجمه كل يوم، ادينا له الرسائل، هنستنى نشوف اللي احنا قلناه جاب نتيجه معاه ولا لا. لكن دلوقتي الناس جايه وموج عليه، هطلع ادافع عن امام عاشور طول ما هو في النادي الاهلي. تمام. كابتن مدحت شلبي قال ايه؟ كابتن مدحت شلبي بيقول لك قال له طبعا كلام احنا قلناه وكلام اوكي، بينصحه بيقول له ما ينفعش ان نجم كبير زيك كلاعب برضه، نجم كبير زيك ولاعب كبير زيك ولاعيب فيك وفيك وفيك نجم كبير، فلازم نتكلم عليك بالنقد ده. ايه النقد اللي قاله؟ قال لك يا ريت تبطل سهرات وتبطل حفلات وتبطل اعياد ميلاد وقال كذا حاجه كده. وقال كلمه انا والله ما فهمتها، فبقى هاخدها بحسن نيه. لكن قال له ومش عايزين نشوفك بقى قريب على اليوتيوب. زيك ساكت. كنت نفسي احط لك في المونتاج صرصور البحر. عارف صوت صرصور اللي بيجيبه جنب الضفادع لما كنت بنروح نجيب طعم عشان نصطاد؟ كنا زمان عشان نصطاد بنروح نجيب طعم من ارض كده بيبقى فيها مجرى كده في شارع فيصل. شارع فيصل بعد اللي هي اسمها اداره التربيه والتعليم اللي في الاريزونا، كنت بتكمل قدام كان في بنزينه، البنزينه دي كان في ظهرها ارض كبيره. المهم يعني عشان ما تسالكش معايا، فكنا بنجيب منها بقى الطعم اللي بنصطاد بيه. فكان بنسمع صرصور البحر. انا كان نفسي احطه لك دلوقتي. ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني ايه يا كابتن مش عايز تشوف على اليوتيوب؟ انت قصدك رونالدو عمل قناه مع جورجينيا، منافس بقى راجل دلوقتي، اقدر اقول الزميل رونالدو بمنتهى الثقه. يعني دلوقتي لما اجي اقول رونالدو ما اقولش عليه مثلا كريستيانو رونالدو، ايه ده اسطوره، لا دلوقتي اقول عليه الزميل عادي، هو راجل يوتيوبر وانا يوتيوبر. انا ما بحبش كلمه يوتيوبر دي ليا اصلا، انا مشجع بس. المهم، يعني ايه يا كابتن مدحت؟ انا مش فاهم يعني. يعني ايه يعني مش عايز اشوف له فضيحه؟ يعني مش عاي، انا مش طبعا ما باخدش الكلام، انا بقول انا تخميناتي ممكن تكون غلط. يعني ايه مش عايز اشوف ليك حاجه على اليوتيوب؟ ممكن تكون مش عايز اشوف لي مشكله مثلا خناقه في مول في بتاع، صح، يبقى هو ده الصح، يبقى انا فهمت كده، ناخدها كده. بس يعني ايه؟ ويعني ايه برضو ان انا ابلور جزء كبير من الحلقه عن امام عاشور بس؟ ليه؟ امام عاشور سيء سيء طبعا. انت اتفرجت على حسين الشحات وتاو، وعلى وسام، وعلى مروان واكرم، وعلى ياسر ابراهيم، امم وعلى ناحيه اليمين هاني، وطلع وعمر ما عملش حاجه، ويحيى عطيه الله وغلطته. قعدت اتفرجت على بقيه الحلقه، مفيش حد الا امام، هو السبب ان احنا اتغلبنا. لا ما حصلش، هو لاعب سيء ونقدنا الزياده ليه؟ لان احنا كنا متوسمين وعارفين ان امام ده سوبر، ده اهم لاعب في النادي الاهلي مع اسامه ابو علي حاليا، وكان موجود محمد عبد المنعم طبعا. فانا ما فهمتش يا كابتن مدحت والله. لكن مفيش مشكله، طب تعالى ناخد حد تاني، شخصيه محترمه تانية ناخدها من المحترمين اللي اتكلموا. ناخد المحترم هاني حتحوت. يا سلام على زملكاويتك، ويا سلام على قلبك الابيض. 100 تالتة يمين. فاكر انا اول مره رحت كنت باكل سمين؟ هتحوت زملكاوي ما نتكلمش، يحيى الزمالك، اكتب في الكومنتات عايش الزمالك. هتحوت البدل الجميله معروفه، البدل الجميله، وبيشمر الكم لحد هنا. يعني هتحوت يعني انا ما بحبش بدله بتتشمر، بحس ان البدله دي لما بتتشمر بتاعت مصطفى متولي في فيلم جزيره الشيطان. عارف فيلم جزيره الشيطان؟ كان مصطفى متولي طالع اللي هو رئيس العصابه بقى، وراح يجيب عادل امام من الجزيره وبتاع مش عارف ايه. كان دايما هو اللي يشمر البدل لحد هنا، وبيلبس انسيال ذهب، وعنده شنب رفيع. عارف شنب اللي هو بتاع فؤاد المهندس رفيع ده؟ دول المعلمين بتوع الثمانينات والتسعينات. فهتحوت بيديها تشمير البدله، فطلع قال لي هتحوت الزملكاوي نسمعه. هتحوت بيقول لك سهرات، برضو بيتكلم على السهرات برضو، وامام. امام بس هو اللي خسرنا، امام بس. يا جماعه بقيه اللعيبه طيب ارجوك، طب اللي خسرنا مثلا نقول وليد صلاح الدين، اللي خسرنا مشير حنفي، طب اللي خسرنا مثلا اقول لك مين، كابتن محمد رمضان، اللي خسرنا اسامه عرابي، هاتوا اي حد تاني. داروا بس الموضوع ان كلكم امام ده عامل لكم مشكله. انا مش عارف ايه المشكله، بس هو عامل لك مشكله كبيره، عامل مشكله كبيره للاعلاميين. نفسي اصل الزملكاوي يعمل لي مشكله، صح؟ سيبك من مدحت شلبي، مدحت شلبي هو بيقول ان هو مش لا ده ولا ده، انا متاكد ان هو اهلاوي يعني، فهو راجل محايد. لكن لما دي اسماء اللي جايه دي كلها اسماء زملكاويه،
فماشي يا عم صح، امام لازم يضايقك. قال لك سهرات وكده. وقال لك كلمه ايه بقى حتحوت؟ يعني انت راجل خريج كليه اعلام، كنا حتى بنقول شغاله في الاعلاميين خريجين الكليه. جه كابتن هاني حتحوت قال لك ودونجا في الماتش ركب امام. يعني فنيا انت تاخدش الكلام بشكل وحش سيء. هناخده بسيء، ما انا عارف حسن نيه هتحط طبعا طبعا، عارف اللي هو بص بص على وشي، بص على وشي. طبعا طبعا. يعني هتقعد يقصد ما يقصدش. يعني ايه دونجا ركب امام في الماتش؟ يعني حتى لو فنيا اللفظ، يا انت اعلام بقى، انا بكلمك كاعلامي، انا ما بكلمش واحد بيلاعب كوره وبطل وطلع على الاعلام وبيهلفط. لا احنا بنتكلم هاني حتحوت، الانسان المحترم، الشخص المحترم، هو فعلا شخص محترم. بس يقول كلمه زي دي عيب بقى يعني ايه ركب امام؟ ركبه ازاي في الماتش؟ يعني مش ما فهمتش. امام. خلاص سيبك من الالفاظ اللي انت قالها موجوده، انت اكيد سمعتها، ولو ما سمعتهاش موجوده. هتلاقي الزملكاويه كلهم مشيرينها عادي يعني. امين يا عم هاني، امين يا عم برضه امام مفيش مشكله. طب ما تيجي نشوف التالت عشان لسه في الرابع وعملوها تاني وهيجيبوا الهدف التاني. تعال نشوف ايه تالت واحد. ماشي. الكابتن المحمودي، الراجل انت لسه طالع يا محمودي وانت صديق حد حبيبي قوي، اخويا وحبيبي الدكتور خالد سعد. الدكتور يعني بعشقه. الدكتور عادل سعد، سوري خالد ايه ده، بعشقه حبيبي الدكتور عادل، ونزلني واحلى عزومه في الدنيا، والدنيا كانت قعدت اتكلم مع الدكتور عادل سعد. إيه يا جماعه في ايه؟ ايه عادل سعد ده؟ لو ما تعرفوش لازم تكون عارفه. تاريخ ايه يعني مش ممكن ده لازم، لو في مثلا ماده اسمها تاريخ كره القدم ابتدت تتدرس في المدارس، عادل سعد هيبقى هو وزير التربيه والتعليم في الماده دي. ملوش حل، ملوش عارف تاريخ الدوري البلغاري. يعني بيقول لي ابطال الدوري البلغاري، فاللي هو بلغاريا اصلا انا كنت فاكرها مثلا بلغاريا دي مثلا محافظه في اسبانيا. لا ما شاء الله، فهو صديق المحمودي. ونحن نعلم، ونحن نعلم ان المحمودي زملكاوي، وهذا لا يعيبه 100%. لا اخفيك سرا، هذه معلومه مش من دكتور عادل، انا عارف من قبل ما اقابل دكتور عادل محمودي زملكاوي جدا، ولكن محترم ما فيش مشكله. وايه المشكله يبقى زملكاوي؟ يعني دي هو ايه يعني بيشجع ايه يعني؟ زملكاوي صباح الفل، ولكن اللي بيقوله اقف عنده. يلا. المحمودي اول حاجه وصفها ان بانتايك عمل مباراه تحول الى روبرتو كارلوس. عسل 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 وتكتيك هو ده. اصل بصوا يا جماعه، اسلام انت امتى تطلع على الاعلام؟ اطلع على الاعلام ليه؟ ما الاعلام عامل زي الفل اهو. يعني انا بعمل سكينات هيخه، فانت عايز نعملها على الاعلام وتضحك؟ ما الاعلام بيضحكك اهو. هتحتاجني في ايه؟ اسلام نفسك تطلع على، مش اطلع ايه يا ابني اللي بيتقال ده. ففتحت منه، هو اكيد ما يقصدش، محمودي بيفهم كوره، لكن هو شاف ان روبرتو كارلوس بقى بنطايق في الماتش. على فكره بنطايق نجم مباراه الزمالك، انا قلتها الحلقه بتاعتي موجوده. نجم الزمالك بنطايق، ولا بقى ناصر منسي ولا الكلام اللي هو بيعمله ده اللي بيحفله، ولا عواد. قعد كويس بالمناسبه، ودايما اقول على عواد حارس كويس رغم ان هو مش طويل بس يعني. واحنا كده زي ما قلت لك الزمالك كده ما طلعش حراس اللي هم توب التوب، ممكن نتريق عليه نقول عليه افيهات، لكن عواد بعد الافيهات ما بتخلص انا عارف ان هو احسن على الاقل من المجموعه اللي عندهم دول. المهم، فبنطايق ان هو يبقى روبرتو كارلوس. خلاص يا عم انا هقول على نفسي انا مين مش كده، انا لا الناس اللي هقولها دي انا برضه اعلى منها، بس يعني اعتبر ان انا مثلا قوي. انا مثلا انا بيل جيتس، انا بيل جيتس، انا ايلون ماسك. ايه ثروتي قد ايلون ماسك؟ ده ايه؟ انت مش شايف تيشيرتاتي ولبسي وستايلاتي وديكوراتي وكاميراتي؟ اي فسه هتصدقوا؟ انت كده بتضحك دلوقتي او قاعد متنح؟ والله كنت قاعد بسمعك بيقول لك تحول الى روبرتو كارلوس. اوكي طب ده اول ماتش اديله فرصه. يعني احنا معروفه بنقارن شيكابالا برونالدينيو بزيدان بالكلام ده، لكن لسه شويه من شيكابالا عمر 20 سنه على ما ابتدينا نقارنه. انما بنطلق على طول كارلوس كده، ما اديتوناش فرصه. قلت لكم اي زملكاوي طول ما هو بيتكلم بره الزمالك هتلاقيه ممتاز، اول ما بيجيب سيره الزمالك بتلاقيه تحس بحته كده ايه، اللي هو لو كلمت مثلا اللي هو تحس ان انت زملكاوي. انا مثلا واحد قابلته اول مره قلت له حبيبي عامل ايه؟ قابلته في المترو بيقول لك انت تعرفني عشان تسلم عليا؟ اقول له لا بس انا هختبرك. هيقول لك هتختبرني في ايه؟ اختبرك انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ هيقول لك يا عم انا مش عايز حد يختبرني. اقول له لا هختبرك بالعافيه. مثلا قول لي ايه اكتر حاجه بتحبها في الاهلي؟ يقول لك الاهلي ده نادي التحكيم. اقول له شكرا سلام عليكم، انت كده زملكاوي. انت هعرفه هجيبه. ممكن يكلمني في التكتيك والحكحيك ويبقى جامد زحليقه، لكن اول ما اجيب سيره الزمالك يظهر المعدن الحقيقي بقى، المعدن الباطن اللي بره كده اللي بيتكلموا بقى على الاوروبي ومش عارف ايه والكلام ده كله.
ده كلام عشان يعرفوا ياكلوا عيش وبيسمعوا كلمه من هنا على حركه من هنا على تحرك من هنا على اتفرج من هنا، فبيحفظ شويه فبيبخهم بقى. انما بيجي يتكلم بقى على الزمالك ويتحط قدامه تيشيرت الاهلي وكسبان الاهلي، فبيظهر المعدن الحقيقي ليه. المعدن الحقيقي ليه المحمودي شافوا كارلوس. طب ده مش مهم، انت مالك يا اسلام ما يشوفوا كارلوس صح. تعال شوف لك بقى الثانيه اللي سمعتها بيقول لك ايه. سمعت عن انباء استبعاد امام عاشور من منتخب مصر، ان حسام حسن عايز يستبعد امام من المنتخب. يعني هو كان قاعد فجاله تليفون، انت قلع؟ قال له ايوه. قال له بقول لك ايه، امام مش هينضم. قال له انت مين؟ قال له اهدى انا زحليقه. قال له مين؟ قال له انا زحليقه المزحلق، انا الاقرع، انا الاقرع. قال له انت الاقرع؟ انت المارد؟ انت اقرع وليك شعر من هنا حته طالعه من فوق؟ قال له لا اقرع ساده. قال له انا العميد. قال له ايه ده؟ اتقفل اتخض. قال لا اتخض، انا عميد كره القدم يالا، انا حسام حسن الامام مش هيجي. فمحمود قال له اقفل اقفل، خضتني يا عميد يا ساتر عليك، سلمني على ابراهيم. وقفل في وشه وقام طالع. امام عاشور مش رايح عشان حسام حسن، في انباء بتقول كده. حلو، حتى لو المكالمه الفيك اللي انا عملتها دي طلعت حقيقيه، هل ده وقته ان انا اقوم قايلها؟ يعني مثلا في قايمه اتعلنت فانت، او استبعاد امام عاشور، او مثلا القايمه قدامها يومين استبعاد امام عاشور، حتى لو هو خبر صحيح بقول لك اشمعنى امام اللي حسام بيفكر في استبعاده؟ ما فهمتش يا استاذ محمودي، ولكن لا لوم على زملكاوي بيتكلم في الاعلام على شكل محايد زي شوبير كده، بيحاول يبين ان هو يعني محايد، هو مش قادر. انت اهلاوي. ايمن الكاشف المعلق مهما اتكلم على الزمالك وقعد يطبل انا عارفك اهلاوي. الكواليني انا عارفك اهلاوي. احمد الطيب، علي محمد علي، والنبي لو عملت ايه زملكاويه. بلال علام، انا اصل بلال علام بقول لك انا كنت اهلاوي ودخلت ماتش ال 6-1 وانا في ايدي مجله الاهلي وبتاع، وكان اهلاوي وبعدين بقى زملكاوي تقريبا. بقول لك عشان اللي حببه في الكوره تقريبا ناصر منسي. المهم، فما عنديش مشكله انك تكون في قناه محايده صح، وتكون بتشجع اهلي وزمالك، بس حاول تنضبط، لان في ناس ما بتعرفش تظبطها، في ناس ما بتعرفش تظبط الحته دي مهما حاولوا. المهم، فماشي امام. خلي بالك كل دلوقتي احنا عمالين هتحوت امام، كابتن مدحت امام، المحمودي امام. طب ما تيجي نشوف واحد كمان بقى دخل في موضوع تاني، يلا بينا. ابراهيم عبد الجواد تناول الموضوع بقى بشكل منفرد، يعني بعيدا عن برضه انه رمى الحته لامام انك برضه مستواك ومش مستواك وبتاع. قال لك ان الاهلي يفوز، او الاهلي يفوز او الزمالك يفوز على الاهلي ويتساوى معاه في لقب القرن، في لقب نادي القرن. برضه عارف الكلام ده والله. في زملكاويه فاكرين ان انا الحاجات دي بتضايقني. يا راجل انا بطلع بعد الماتش افضل اضحك وبتاع من اللي انت، انا عارفك عارف تماما كاني خسرت من انبي وبتاع، ما فرقش معايا، بزعل على الاهلي وعلى شكل الاهلي. تمام تمام. فان هو يعني بقول لك هم غصب عنهم. ابراهيم عبد الجواد ده محترم قوي وممكن يتكلم في الكوره تنبسط من هدوء واحترام، وانا فاكر له الفيديو طبعا اللي قعد بعديه فتره ما كناش شايفينه، بتاع القناه بتاع التلفزيون المصري اللي بعديها قعد فتره ما نشوفهوش، ولكن هو من زمان محترم. ولكن اذا اتكلم على الزمالك خلاص انتهت حلول الارض اما بيتكلم على الزمالك ابراهيم عبد الجواد، واحنا عارفينه برضه انه زملكاوي. لكن ان انت شايف ان الزمالك كسب السوبر فبقى صاحب تقاسم نادي القرن مع الاهلي، يعني ايه؟ والله ما فهمتها. اصل في زملكاوي الايام دي بيقول لك الاهلي الزمالك يتفوق على الاهلي في النهائيات اخر 6 سنين تقريبا، مش فاكر 5 سنين ولا. فاقول له انا مش فاهم يعني ايه اخر 6 سنين تفوق الزمالك على الاهلي. قال لي لعبنا كاس مصر خدناه، لعبنا كاس مصر تاني خدناه، لعبنا كاس مصر تالت خدناه. ايوه وبعدين؟ وخدت منك نهائي السوبر المصري وبعدين؟ وخدت منك السوبر الافريقي ادي 5 وبعدين؟ ومش فاكر كسبني في ايه تاني، فخد المهم ان خد بطوله كمان سادسه. فقعدت ابلع عليه كده اللي هو يا اسطى، يعني اولا ما عندي مشكلتين في المقارنه. انا المقارنه عندي فيها مشكلتين. ايه هما المشكلتين؟ اول مشكله ان انت ليه حضرتك بتقارن لي اخر 6 سنين؟ ممكن ترجع بس 10 سنين نشوف احنا عملنا ايه، مش يمكن نكون كسبناك في اي حاجه؟ مش هكون كسبتك في نهائي الدوري بعد احمد توفيق؟ مش ممكن اكون كسبت او خدت بطوله اهي؟ ممكن اكون كسبتك في حاجه. قال لك لا النهائيات يا اسلام، ما هو الدوري بتاع 2014 ده يعتبر كان ماتش نهائي خلاص ماتش ضربات الجزاء ده. فخلاص تمام وخدت الدوري مفيش مشكله. طب انت اشمعنى برضه ارجع لك 10؟ يعني ايه انا مثلا اهلاوي اقول لك نتائجي مع الزمالك اخر 10 سنين لا انا عايز ارجع بقى نتائجي عموما معاك ايه؟ يعني ايه؟ وبعدين دي اول حاجه. تاني حاجه، هل انت بتقارن فوزك عليا في كاس مصر، البطوله انا برميها، انا اسف مع احترامي ليها طبعا بطوله تاريخيه، بس الاهلي بيترفع يقول لك لا مش هشارك فيها مش فاضي، والخطيب قال لهم عجبوني السنه الجايه مش عايز اشارك اصلا.
اول ما اشوف رئيس نادي بقول لهم عجبوني طلعوا لي اللائحه ناو، انا عايز اتعاقب ناو يا كابتن، اهدى هنعمل لك حاجه، هنطبق لك الدنيا جميل، اتعاقب ناو، دليل الاهلي اصلا مش شايف البطوله. المهم، فانت كسباني في الكاس على راسي، انما انا واخد منك اهم حاجه في كل دول. ما اعرفش بتقول لي انا كسبانك كمان 5 نهائيات، انا مش عايز اعد معاك اصلا، يعني مش عايز اعد معاك بقى انا كسبتك في السوبر المصري، كسبتك في كاس مصر، كسبتك في ايه، انا مش عايز اعرف ده. انا لعبتك دوري ابطال افريقيا، كسبتك في البطوله دي، فده بقى دي اقوى بطوله، فاي بطوله انت هتكسبني فيها محليه ده عادي. اصل انا كسبانه 6 نهائيات يا ابني، ما انا واخد منك الدوري كل السنين دي. لا يا اسلام، اصل دي مش نهائيات يا ابني، ما هي المهم ان دي بطوله انتهت ببطوله انا فلقتك فيها، والسنه اللي فاتت انت ناهي الدوري فرق 29 نقطه بيني وبينك ولا 31 نقطه. ما تسمعش حد يتكلم، ما سمعتش حد اهلاوي يطلع يقول لهم الارقام دي، بتتكلم مين يا ابني؟ فابراهيم شايف دي من المقارنات، فابراهيم شايف ان لقب القرن احنا تقاسمناه. يا عم ابراهيم ماشي، لا لوم على زملكاوي بيتكلم على الزمالك. امام وراك يا امام، وداعمينك في المسموح ندعمك فيه. يا ساتر، الموتوسيكل صوته مزعج قوي. فندعمك في اللي المفروض ندعمك فيه، اما نلاقي الناس كلها بتنهش فيك كده، انا هطلع دافع عنك يابا، مش هطلع اعمل لي فيها ان انا بقى بقول الحق. قلنا الحق قلناه، انما الحق اللي يتقال دلوقتي ان انا لازم اقف ورا امام، ولازم كل الناس تقف ورا امام. يا اسلام انت لسه محفل عليه، والزملكاويه واخدين الفيديو بتاعك. يا اسلام، يا اسلام ارحمنا يا اسلام، انت ده انت لسه محفل عليه. ادعي على ابني واكره اللي يقول امين، اقوم اللاعب بتاعي واحط ايدي على المشاكل اللي عنده واقومه وافوقه. لكن لما الاقي ناس نهشاه من جمهور الزمالك يعمل اللي هو عايزه، لاعب لا مؤاخذه، انت عارف عمل فيهم ايه؟ عارف النخله؟ قال لهم اتفضلوا النخله دي، قالوا له ليه يا امام نعمل بيها ايه؟ قال لهم ازرعوها في 100 عقبه، هتطلع يعني هتبقى جميله، وممكن اجيب لكم كمان شجره موز وحطوها في النادي. قالوا له ليه يا امام؟ قال لهم بس خلي الشجر ده تحتاجوه لان انا رايح ميتلاند. قالوا له يا ميتلاند انت عايز من، انت رايح فيه ايه؟ انت بتعمل مشروع عندنا مثلا شجرتين مانجا؟ قال له خلوا الشجرتين دول بس. فراح جه الاهلي قال لهم الشجرتين دول اعمل فيهم يا امام؟ قال لهم يلا البسوهم بيعوهم بقى، اعملوا اللي انتوا عايزينه. فالجمهور الزمالك ينتقده ده عادي، انما لما الاعلام ينهش فيك، اسلام مهدي يطلع يدافع عنك. لو لقيت الاعلام نهش في الشناوي والموضوع زاد عن الحد من زملكاويه مش من اهلاويه ينتقد، اي اهلاوي بينتقد هطلع اسلم ايدي، ده اهلاوي ينتقد هو حر، بينتقد اللاعب بتاعه لان هو بيحب النادي. اول ما الاقي الاعلام بيطلع كده، اول المدافعين عن الشناوي انا، اول المدافعين عن بيرسي تاو انا. لو لقيت الاعلام بيعمل فيهم كده افهم الكلام. لو لقيت امام الاعلام بينهش فيه، اول من يدافع عن امام انا. مين تاني انا بنتقده في الفرقه؟ مين؟ محمد هاني. اول ما الاقي محمد هاني محدش بيجيب سيرته، دي مشكلته، الف سلام عليه، اتصاب عنده جزع في الرباط الداخلي، يعني ربنا يشفيه ان شاء الله. المهم، هدافع عن محمد هاني، هدافع عن اي واحد في ملعب النادي الاهلي، حسين، وسام، طاهر، محمد طاهر، احمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه. طول ما انت بنتقدك انا، اعرف اني بحبك. لما الاقي الناس هتهاجمك بره، مش هسيبك ولا هسيب امام، وكل الدعم لامام عاشور. احنا وهم، نسيب بقى الكلام ده على جنب، احنا وهم عارفين ان امام لعيب كبير، احنا وهم عارفين ان امام ده صفقه سوبر، احنا وهم عارفين ان انت لعيب سنك صغير، وانت دلوقتي بقيت تحس انك نجم. فعلشان كده احنا كاهلاويه اعرف ان احنا وراك، ومش هنسيب حد يعمل معاك حاجه، لان انت وراك جمهور كبير، جمهور يعرف يدافع عنك في السوشيال ميديا بمنتهى الادب. بمنتهى الادب هندافع عنك انت واي حد الاعلام ينتقده، ولكن وحتى لو عملت اخطاء هنقول عليها وبنقول عليها، ولكن انك تبقى لوحدك وسط الناس دي مش هيحصل. وان انا دلوقتي هبتدي اقول يا عم انت ضيعنا ويا عم بيسهر، هفضل اقوم فيه طول ما هو لسه تحت طوعي، هفضل اقوم فيه وانتقده، انا شد ودانه يا امام، بطل يا امام. هم يجوا يمسكوا ودانه كده، اقول لهم اوعى ايدك، ده ابني انا اربيه براحتي، لان هو اصلا جاي لي انا اسف ما شافش بجنيه تربيه ولا التزام، مش طب مش تربيه في بيته كرويا يعني، وانا بقومه. واحد كان عيلة صالح وانا قاعد فجبته، انا بشطفه من اللي كان فيه، لسه بشيل من عليه اللي عارف انت لما مش عارف انت في الهند كده بيجيب، عارف الناس اللي بتعمل اكل في الهند، هو واقف جبناه كده قلنا له تعالى انت كده سيب الحاجات دي وترمي لي هنا، وابتدينا نغسله ونقص له شعره ولبسنا جوانتي وحطينا كمامه وبنبتدينا نظبط، لان هو جاي من بيئه صعبه وراك وبندعمك. هتجلي هتتمرقع هتعمل الكلام ده، احنا اول ناس هنبقى ضدك، وبرضه هنبقى لاخر لحظه بندافع عنك ضد اي حد واخدها عليك حمله مش اعلاميه. ما دخلناش في نوايا الناس، ولكن بنقول للناس شيكابالا في الامارات عمل حركه قسما بالله فاكرها وما هنساها، ما حدش في الاعلام اتكلم فيها. الناس بقت تتكلم تقول لك اصل قفشه امام هيتعاقب لانه كان بيتخانق مع قفشه، خلاص شدوا مع بعض وسكتوا، مش خناقه، اصل اي اتنين بيتشدوا مع بعض، لكن اول ما اتنين يشدوا مع بعض خناقه في الاهلي.
عادي بكلمه اتعصبت عليه، يا عم كنت العبها لي، يا عم انت اتاخرت، يا عم اهدى ما تكلمنيش كده، عادي يا واد انا بعمل مع اصحابي كده، وانا وصاحبي بيعمل معايا كده، انت ممكن تعمل مع اخوك كده، انت ممكن تعمل مع واحد في شغلك كده عادي يعني. ها، دي حاجات انتوا ما بتنتقدوهوش كوره فني. الجمهور الاهلي انتقده، جمهور الزمالك يعمل اللي هو عايزه، ان هو اكيد حاسس بالالم اللي امام ما زال عامله. الم ما بيروحش لا بمراهم ولا انك تقعد مثلا في ميه سخنه، خلاص الم الم للنهايه. لو امام حتى مشي من الاهلي بكارثه، هيفضل الالم موجود لما لا نهايه، لانه خلاص الالم خلاص تم. زي هم دلوقتي بيحتفلوا بالصور وعايزين يحسوك ان احنا نحتفل اليوم الدين، وقلعوا تيشيرتاتهم ونزلوا في بسين، مش هتيجي زي القضيه. شئت ام ابيت لحد ما تلعبني في نهائي دوري ابطال وتكسبني، اقسم بالله ما بقول كده عشان حاجه، وقلت ان البطوله مهمه وان الزمالك يستحق يكسبها، لكن البطوله الام هي دوري ابطال. اللي انت سيبك مني، انت بتاخدش دوري الابطال بقالك كام 22 سنه، فمهما خدت انت بتاخد البطوله الشرفيه السوبر المهمه، وبتاخد الكونفدراليه المهمه بس رقم اتنين اللي انا احتفلت بيها انا شخصيا في استاد القاهره باحتفال هستيري. هستيري، مش الهستيري الصغنن حبيبي وصاحبي، كان الهستيري زمان كان فاهم في كلاشات بينا، بس لسه من كام يوم ببارك له مع يوم السوبر تقريبا قعدنا ساعه نتكلم. المهم يعني، ف احنا كجمهور النادي الاهلي معاك يا امو، ومع كل لاعب الاعلام يجي عليه قلناها. وشيكابالا لما راح في الامارات زي ما قلت وعمل الحركه دي، حد اتكلم في الاعلام؟ حد اتكلم وقال شيكابالا عمل حركه خدشه؟ محدش يقدر يعملها. ما حدش يقدر يتكلم على شيكابالا، لان هم عارفين اول ما بيتكلموا عليه بيطلع عليهم هوجه والناس بتشتمهم، لان هم اصلا في الزمالك هم بيعشقوا، حتى لو اللاعب عمل حاجه غلط هو عادي بيتقبلوها، لانهم حاطط صوره شيكابالا على التيشيرت عادي. فهم لما بيلاقوا واحد مثلا، يعني احنا مثلا انتقدوا امام فاحنا بندافع بس عن امام، لكن هم لو كانوا مثلا لقوا امام، هو يعني امام لسه في الزمالك والاعلام بيعمل معاه كده، وهو اللي مخسره من السوبر، كان يطلعوا برضو ايه، يقول لك لا يا عم امام ده حبيبنا والاعلام ده ما يعملش فيه كده، وامام ده احنا نقطع نفسينا عليه. يا ابني ده الواد غلطان مثلا، مش مهم غلطان غلطان، ده لاعب وحش احنا بنقول له بس مستواه وحش، حتى لو ما قالوش الاعلام قالوا بس بيتكلموا عليه بالراحه. فجمهور الزمالك بيتقبل ان اللاعب بتاعه حتى غلطان، حبيبي انا عايل غلط، ما يعني المهم انه يغيظ الاهلاوي. الاعلام الرياضي المصري كالعاده انتمائه بيبقى طافح عليه، ونفس الكلام اللي بيحسه جمهور الزمالك لما بيشوف مثلا شوبير ولا. لكن احنا بنقول احنا ورا اللاعب بتاعنا، وندعي عليه ونكره اللي يقول. بس يا سيدي لسه هقفل وقلت سلام عليكم خلاص، فقلت لا سلام عليكم ازاي، ده في حاجه لازم تتقال عليها وترد عليها، ولازم دي برضه رساله لعيبه النادي الاهلي. طلع تصريح من شويه لنبيل عماد دونجا لاعب الزمالك ولاعب يعني اتشال من عليه التراب، كان طبعا في بيراميدز اتشال من عليه التراب وراح الزمالك. لاعب انت ما بتشوفوش في منتخب مصر، يعني يعني مش هنتكلم على دونجا يعني خلاص، يعني انت عارف ان ضفر امام عاشور كرويا برقبته، بس طبعا امام عاشور دلوقتي بيعيش حاله نجوميه والحاجات اللي اتكلمنا فيها في الحلقه، وهو دلوقتي راجل كسبان سوبر بضربات الجزاء، فحقه انه يتكلم على عمه امام عاشور طبعا. فهو بيقول على امام عاشور برضه ان هوجه امام عاشور، طبعا الاعلام طبعا مقعد يعني هنسيب الموضوع ده يعدي، محايدين بقى مش محايدين، ابراهيم فايق عبد الجواد اي حد هتقابله قدامك امام. فبيسالوا طبعا عن حاجات كتير، فسالوا عن امام، شفت انا بقى سالوا عن امام، فوالله ما حصل حاجه، ده هو دايما ده هو اللي جه شتمني. شيكابالا مثلا طارق حامد لما اتخانق مع كهربا، والله لما طلع مع رمز والله ما عملت حاجه، ده كهربا اللي جه شتمني. شيكابالا لما عمل حركه للجمهور والله العظيم جمهور الاهلي اللي بيشتمني. احنا بنلاعب فريق ملايكه، يعني انت حتى باين عليهم، يعني طارق حامد ودونجا وشيكابالا بص كده اشكالهم ملايكه الله اكبر عليهم، ما بيعملوش مشاكل، مؤدبين ادب السنين. اللي كان هربان من الزمالك واللي كان عايز يختم في الاسماعيلي واللي وقع للاهلي واللي قال لك قدرني، واللي كمان افتكر دونجا، قص لي الحته دي، دونجا ده هيمشوه بعد ما يحفلوا عليه. ناصر منسي اللي هم بيحبوه، ناصر منسي بقى بالذات قصها لي، اخر الموسم ده هيمشي. ناصر منسي اخر الموسم ده هيمشوه بجرصه، هيكون بس هم دلوقتي فرحانين طبعا، فمن الفرحه هو قال ايه؟ قال لك امام عاشور هو اللي جه شتمني، وانا قلت له، وانا بقول له بلاش تاخد لقطه، علشان تاخدها تحطها ستوري، احنا مش ممثلين. هاي تيكو تاي تاي اي 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 يعني يا اي تيكو اي. هو انت فزت بالبطوله، انت لاعب كوره ولا مغني؟ اي تيكو اي يعني ولا وطالعين بقى زي الاهلي اوه سطلانه، طالعين بالكاس بيقولوا اغنيه، مش شغالين اغنيه روماني. يا عم ما حدش فاهم حاجه، انت اغنيه روماني شيكابالا، انت مستني تغني روماني يعني ولا زيزو؟ يعني انت مستني زيزو مثلا يقول لك ايتيكي باي ايتيكاي كاكا، يعني انتوا عايزين بس الحته بتاعت يعني. لا انت ما بتمثلش واحد، انت ما بتحطش ستوري، انتوا بتحطوا ستوريات تشتموا الجمهور معلش والله نسيت. امام حتى بيحط لقطات ان هو بيستفزكوا فيها كويس، بيحط حاجات في الماتش، لكن انتوا بتحطوا ستوريات تشتموا جمهوركم. طب مش هننسى الكلام ده يعني بس مش هننسى زي الاستوريات اللي كانت لعيبه الزمالك بتحطها. بلاش، هو انت ما بتحطش ستوريات مثلا انت كسبت بطوله وحطيت ستوريات،
وانت بتعمل مثلا الكازي، ما انت الكازي انت عايز تاخد منها لقطه واكسبني في الماتش، يقول له اكسبني في الماتش. ما انت ما كسبتنيش في الماتش، انت كسبتني ضربات جزاء، وانا قلت والله في الحلقه ده ماتش فوز، انت فزت بس بركات ترجيح، انت مثلا مش بمجهودك قمت كسباني 2-1، انت كنت احسن مني وبمستوايا ده ومتعادل معايا. انت متخيل يعني انا كده اصلا المفروض بمستوايا ده اخسر طبيعي من انبي، انا خسرت من البنك الاهلي 4، فمنك انت عشان تعرف انت نادي كتيان، انت متعادل معايا 1-1 ولعبنا بلينات وبتلعب في الدقيقه الاخيره. يعني لو بس عطيه الله كان طلعها اوت احنا كان زماننا راكبينك. ركز في السيناريو ده، لو عطيه الله ما كانش لعبها بكعب وطلعها اوت، الاوت كان هيتلعب كل واحد هيبقى واقف مكانه، ما كانش فيه جوان هتيجي للزمالك. في حلو ووحش كان الاهلي خلاص هيتلم عليهم. غلطه من عطيه وغلطه من ياسر، الغلطه الوحيده اليوم في المباراه. انت ما اديتش جول كنت هكسبك، المهم يعني. فانت قال له اكسبني في الملعب. دونجا ابن لذينه بقى مقطع الدنيا، طول عمره بيكسب الاهلي في الملعب. كسبه امتى مثلا دونجا؟ عمره مع بيراميدز تقريبا كسب ماتش وما كانش موجود امام، ومع الزمالك كسب ماتشين تقريبا دونجا، وماتش منهم كان امام عاشور مش موجود، والماتش ده يعتبر ما كسبوش. انا بقول ايه اصلا؟ ودخلتك اللي هي داخل بالنضاره وفاتح ايديه، فاهم؟ دي مش لقطه. لا 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 لا، دي مش هتاخدها ستوري والزملكاوي مش هيفرح بيها. دي مش لقطه يا اسلام، ده انا كسبان بطوله. ما هو بيركبك برضه، يمكن كان عايز يعمل كده مثلا ويهينك في الكوره عشان ياخد لقطه عليك يحطها ستوري زي ما انت عملت بالظبط. تيبيكال اللي انت عملته، ان انت داخل الاستوديو تاخد لقطه، بخلاف بقى الرساله النهائيه. لعيبه النادي الاهلي المحترمين المبجلين، لعيبه النادي الاهلي اللي بتدافع عن لعيبه الزمالك لما جمهور الاهلي يقول عليها حاجه. ايه رايكم لما مشكله حسين الشحات حصلت ومحدش وقف من لعيبه الزمالك جنبه ولا جنبه من لعيبه بيراميدز؟ ايه رايكم لما دلوقتي امام عاشور كل الناس وكل اللعيبه بتطلع تتكلم عليه وده بتاع لقطات مش عارف ايه، ولاعيبتنا اول ما تيجي سيره لعيب من الزمالك ده محترم، شيكابالا ده محترم، دونجا ده محترم، ده محترم. والله العظيم ثلاثة هم فعلا حقهم يعملوا في إمام كده، ويعملوا في أي لاعب في الأهلي كده، ويتخانقوا مع معلول المؤدب زي ما شيكابالا اتخانق معاه قبل كده. ليه؟ بسبب كنتوا لعيبة النادي الأهلي لا فاهمين عقلية أهلي ولا فاهمين جمهور أهلي ولا عارفين تدافعوا ولا عارفين ترضوا جمهوركم. أقسم بالله أنتوا فاكرين إن الأهلي إنك تكسب بطولاته بس. لعيبه الاهلي انتوا السبب في اي واحد بيحصل فيه كده، لان انتوا ما بتعرفوش لا تحتفلوا ولا بتعرفوا تعملوا المرض اللي بيعملوه ده. هتقول لي ما احنا في الاهلي ما بنعملش الكلام ده، على الاقل ما تجيبش سيرتهم بالطريقه اللي انت تحسسهم ان هم بيدوك بالجزمه وخايفين منك. دونجا انت طالع تاخد لقطه اصلا، انت طالع بنضاره. دونجا ما تعيش علينا. دونجا انت بعدين تتكلم على امام عاشور الغلبان بتاع لقطات، طبعا بتاع لقطات، بس ده هو اصلا جاي متعلم من، عارف بقول لك الايه، الاي يو سي. هو جاي من الاس يو سي، عارف يعني ايه؟ مش الاي يو سي، الاس يو سي، شيكابالا يونيفرسال، امريكان يونيفرسال. ده جاي من المدرسه، مدرسه اللقطات. ارجوك يا صلاح باشا قول اسمي. ده جاي من مدرسه اللقطات، جاي من مدرسه شاور على الجزمه. ده جاي، انت جاي يا ساتر يا رب، انت كل لعيبك اصلا بتوع لقطات اصلا، وانت اولهم. امام عاشور يخرب بيتك ياض يا امام، يا ريتك ما كنت جيت، يا ريتك ما كنت جيت. انت بجد انا ما شفتش حد عامل قلم قدك للزملكاويه. قلناها لك وهنفضل نقولها لك، هنفضل معاك ضدهم. فوق وخليك راجل وارجع اهتم بالكوره بس عشان تدوس عليهم في الملعب. سلام عليكم.